ملعوبة سريعة للاتحاد. صالح الصقري أيضا اللي نزوله في شوط المباراة الثاني أدى دور مميز في الناحية اليسرى. يعني جوزيه مدرب كبير، مدرب عالي، مدرب مميز يكفي. وهنا بطاقة حمراء. الكلاسيكو لا يخلو من الألوان، الكلاسيكو بين الأصفرين لا يخلو من الألوان، ويأتي باللون الأحمر على نايف هزازي. إعادة الكرة المشتركة كرة نايف بالاشتراك مع أحمد الدوخي، والكرة يعني كانت الأولى غير واضحة، الثانية هنا الوقوع والاشتباك بين اللاعبين الاثنين، وبالتالي قدم نايف هزازي أصابت ظهر أحمد الدوخي. حكم اللقاء وجدها ضرب متعمد، فبالتالي أعطى البطاقة الحمراء على نايف هزازي. نايف هزازي هداف المسابقة يغيب عن المباريات القادمة للاتحاد، مباراة قادمة للاتحاد التي ستكون أمام الاتفاق في الدمام، بداية الدور الثاني من هذه المسابقة. نلعب في الوقت بدل الضائع، طبعا في إعادات لا تخلو من مناوشات بين اللاعبين في أرض الملعب. وقت بدل الضائع من زمن شوط المباراة الثاني. كرة تصل لصالح الاتحاد، ملعوبة الناحية اليسرى. صالح الصقري عرضية داخل منطقة الجزاء تتخلص، تعود عالية أيضا لصالح الاتحاد. مناف بشقير يدخل بين ثلاثة لاعبين، يحاول المرور لكن الكرة تتخلص بوجود صافرة وخطأ وركلة حرة مباشرة. فيكتور فيغاروا تمرير كرة إلى راسفان من الناحية اليسرى، يحاول المرور من أمام باولو جورج، يتحصل على خطأ وركلة حرة مباشرة. لكن اللقطات تنقل طبعا الكل واقف في المدرجات يقف، حتى بالنسبة لنا احنا يسدوا علينا الرؤية، فاضطررنا ان نقف ايضا، لانه الكرات التي تحمل الامل شوفوا كيف تعمل في الجمهور، يخليه منتبه، يخليه مشدود. ركلة حرة مباشرة ملعوبة عالية، بتري في محاولة الإعداد لكن الكرة تتخلص. باولو جورج يحاول العودة في كرة هجومية في وجود صافرة وخطأ. خطأ لصالح الاتحاد، خطأ لصالح الاتحاد. حكم اللقاء يعطي بطاقة صفراء على فيكتور فيغاروا. نفذ الكرة للاتحاد من أسامة المولد. هنا أيها الأعزاء يطلق حكم اللقاء الحكم اليوناني السيد ميكائيل كوكولاكيس صافرته على نهاية شوط المباراة الثاني والمباراة في كلاسيكو الكرة السعودية في هذا الموسم، موسم 2010-2011. اللقاء ينتهي بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكل منهما. محمد عيد البيشي بدأ أولا في الدقيقة 16، تعادل محمد نور بركلة جزاء في الدقيقة 20. هذا كله في شوط المباراة الأول. شوط المباراة الثاني شهد تقدم النصر في الدقيقة 12 عن طريق أوبيدو بتري، ثم التعادل أيضا بركلة جزاء لمحمد نور في الدقيقة 27.